مرحبا، اهلا وسهلا لكل متابعيني على قناتي. اهلا تهيا. اليوم رح احضر لكم مع بعض معمول بالتمر والفستق، عن جد فخامة. تابعوا معي الوصفة خطوة بخطوة. لنروح بقى على المقادير. مقادير المعمول: عندي كيليين طحين متعدد الاستعمالات، بدي نخلون منيح. هلا عندي الكيلو الثاني، 1 كيلو وزنه. فيكم تحطوا طحين زيرو، وفيكم تحطوا هذا الطحين على حسب رغبتكم، وفيكم تحطوا سميد الفرخة على حسب انتم ما بتحبوا تساووا المعمول. انا هي ثالث طريقة بسوي لكم فيها المعمول. هيك نخلون منيح. بدي اضيف السمنة 1 كيلو، بفضل انه تكون السمنة بقري، واذا بدكم تحطوا نباتي ما في مشكلة، بس فيكم تنكهوها بمحلب او شي، بس انا ما بفضل احط شي، لا محلب ولا شي، لانه السمنة ظريفة. هلا بدي اضيفها على الطحين. هيك مثل ما انكم شايفين انه ما بدها تكون السمنة صايخة، ولا بدها تكون جميلة عادية بحرارة الغرفة. وهيك بعد ما حطيت كل الكمية حطيتهم، هلا بدي اعجنهم مع الطحين. هلا هيك بعد ما خلصت عجين، شوفوا لي على هالطراوة، هيك بدها تكون طرية. هلا بدي اغطيها وغلفها منيح، وحطها بالبراد مدة ساعتين.
فيكم تحطوها 4 ساعات، فيكم تحطوها ساعتين، فيكم تحطوها ليلة كاملة، ما بيأثر، ما بصير عليها شي. غلفها بحطها بالبراد. عندي هون وزن كيلو عجوة. هلا العجوات فردتهم، حط لهم معلقة سمنة صغيرة، حط لهم معلقة سمنة، حط لهم معلقة صغيرة قرفة، قرفة ناعمة طبعا. حط لهم غطا زهر، وعجنهم منيح مع بعضهم. يا عيني على ريحة المزهر، شوفوا لي على هالطراوة، ولا أحلى من هيك. مباشر هلا دغري كبتلهم، هلا دغري على حسب القالب يلي عنا اياه هيك حطهم بالصحن على حسب حجم القالب. خلص كل هالكمية وبرجع لكم. وهيك صاروا معنا جاهزين. هلا رح احطهم بالبراد. عندي هون فستق حلبي، رح احط معلقة مقوبعة صغيرة سكر ناعم، رح احط معلقة سمنة صغيرة كمان، وراح احط قدر معلقة صغيرة، وهي معلقة تانية. بده يكون القطر سميك. عجنهم مع بعضهم. هيك صاروا معنا جاهزين. وهلا بعد ساعتين، ساعتين ونص، لانه الجو بارد عنا. اذا بالصيف بدكم تخلوهم شو 4 ساعات او قبل بليله بكون احسن. هيك بنكشف عنه مثل ما تكون شايفين العجينه جميده وبارده. بدها هيك تكون. من اسرار نجاح المعمول هيك بده يكون العجينه بارده. هلا هون في مرحله ثانيه رح نضيف لها حليب. عندي بالاول كاستين سكر، هي اول كاس وهي ثاني كاس. وهلا بدي احط كاستين حليب، بدكم يكونوا بالفريزر الحليب بارد. اهم شي يكون الحليب بارد بالبراد. وهلا بدي اضيف قطر. ست معالق قطر كبيرة.
هي 3 معالق. هلا رح اضيف كمان 3 معالق. 4، هاي 5، وهي 6. بدي احركهم مع بعضهم. حتى يذوب السكر تماما. وهلا صرنا بمرحلة الجد، انتبهوا علي، هي الخطوة كتير مهمة. هلا بدنا نحط الحليب والقطر والسكر فوق العجين. هلا كتيناهم. وهلا هون ما في داعي بقى نعجن ابدا، نشمر عن ايدينا وبنقول يا رب. هيك تبلي بقى بدنا نبلعهم. حتى العجينة تشرب كل المكونات اللي حطيناهم. هيك من فوق لتحت. وهيك مثل ما كنتم شايفين، اهم شي مع عجنتهم ضليت اعمل هيك لحتى اخذوا الطراوه اللي بدي اياها انا. وهلا هيك صارت معي العجينه. رح اترككم بالبراد نص ساعه وارجع لكم. وهيك خلصت معنا العجينه بعد ما حطيتها نص ساعه بالبراد. وهلا راح انشقفه منها. رح ابلش معكم. هلا بدي احط طحين، اهم شي طحين نحط وقطعه. على حسب القالب بنقطع. هيك بدي افرد العجينة على كف ايدي. هيك بدي افردها منيح مدة، وبدي احط عجوة بقلبها وسكرها حتى تصير هيك. اهم شي تغطي العجوة تماما. وهلا بدي احطهم بالقالب. فينا نكبر القالب اذا حبينا، فينا نحطه هيك. هيك شكل القرص بده يطلع معنا. وبدي احطه بصينية. وهلا انا حساوي معكم قرص فستق. وهلا عندي كمان قرص فستق الحلبي. فيكن اذا ما عندكم قوالب، انا عندي كذا قالب، بس يلي بحب ما عنده قالب هي طريقة تانية كمان. هيك بنفردها. حط فستق حلبي. فيكن انتو كمان تكوروا الفستق، بس انا هيك للسهولة دغري. وبنسكرها. نغطيها منيح. هلا شو بدي ساوي؟ بدي احط فستق، وبدي
سويها هيك منيح، اضغط عليها. شوفوا لي على المنظر. شي بشهي. وراح اسوي الكمية كلها وارجع لكم. وهيك صارت معنا صينية العجوة جاهزة وصينية الجص جاهزة. هلا بدي احطهم اعلى. وهيك صارت معنا صينية العجوة جاهزة وصينية الجص جاهزة. هلا بدي احطهم اعلى درجة بالفرن على 250. شوفوا لي على هالمنظر، طلعتهم من الفرن قعدوا معي 5 دقايق. خلصت وصفتنا لهذا اليوم. بتمنى منكم دعمي والاشتراك على القناة حتى يصلكم كل شيء جديد. وشكرا لمتابعيني، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. عيد مبارك على الجميع. وهيك كانت النتيجة روعة.